الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على ضربه إلى يوم الدين. أما بعد، في الحقيقة قضية الحديث عن عقيدة أهل السنة والجماعة من الأمور الهامة جدا لطلاب العلم، بل لعامة الناس قبل خاصتهم. وكم من محاضرة شرحنا فيها موضوعات العقيدة، ورغبنا أن تكون الدراسة دراسة منهجية، بمعنى ألا تكون المحاضرة محاضرة وعظية يبقى الشيخ يتحدث سنين طويلة، لكن الأثر الفعلي والإيجابي لهذه المحاضرات قليل جدا. ولذلك نحن نريد بإذن الله تبارك وتعالى في هذه المحاضرات أن نعرض عقيدة أهل السنة والجماعة بصورة مركزة لأناس لهم همة عالية. وسوف تعلمون بإذن الله تعالى إن أمور العقيدة سهلة وبسيطة، وليست معقدة كما يصور البعض للطلاب الذين يدرسون في أقسام العقيدة، بل الأمر يحتاج منك إلى ذهن صافي، وأن ترى الكلام يقع على فطرتك، وأن تدون الكلمات بصورة علمية، وتحفظ ما سنكلفك به، لأن احنا مش عايزين محاضرات وتنتهي إلى لا شيء، لا، عايزين متابعة في كل أسبوع. الأخ اللي هنقول له مطلوب نعمل كذا وكذا، وتحفظ كذا وكذا في خلال فقرات المحاضرة بإذن الله تعالى. لو نفذ هذا والتزم سيجد أثرا إيجابيا في خلال يعني إن شاء الله عدد معين من المحاضرات. بعد ذلك نجري اختبارا للراغبين من الطلاب ومن الدعاة الذين يتابعون، ويمنحون إجازة بتدريس مادة العقيدة أو فهمها فهما جيدا. ولذلك نحن حرصنا على أن تسجل. يعني أنا ليس من طبيعتي في الأيام السابقة والسنوات السابقة قرابة 20 عام وأنا أدرس العقيدة لا أرغب لا في تسجيلها ولا في تصويرها، ولكن لما رأينا الأهمية وبسبب إلحاح إخواننا على أن تسجل هذه المحاضرات تسجيلا جيدا بحيث تصل إلى جميع طلاب العلم في العالم. الآن قربت المسافات، وأصبح هذه المحاضرات لو عرضت على موقع من المواقع يمكن أن ينتفع بها جميع الناس ممن لا يستطيعون الحضور إلى هذه البلاد لكي يستمعوا أو يتعلموا. ولذلك نحن في كل محاضرة سوف نعرض عدة عناصر لابد أن نغطيها، وأشياء لطالب العلم الراغب في أن يتعلم. يعني المحاضرات ليست للعامة فقط، بل هي أول يعني ما نخص بها نخص طلاب العلم والدعاء، لأنهم أحوج الناس إلى هذه الكلمات، وسنرى ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. أول الموضوعات اللي هنتكلم عنه بإذن الله تعالى هو موضوع ضروري بيحدد ضوابط الفطرة في فهم الإنسان لقضايا الاعتقاد. يعني احنا عايزين إنسان سوي، بمعنى أن يكون الفهم عنده متفق مع فهم الإنسان السوي لربنا سبحانه وتعالى خلقه، ونريد أن يشعر بمنطقية الكلام وبظهور أدلته. يعني أحيانا واحد يتكلم فيسمع لشيخ المشايخ فيجد أن الكلام لا يقع على قلبه ولا يتوافق مع عقله، وأحيانا يبحث عن أدلته فلا يجدها. لا نريد ذلك في محاضراتنا، نريد كلاما واضحا مبنيا على أدلة نقلية تتمثل في كتاب الله وفيما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه بمنهج أهل السنة والجماعة. هذا ما نريده. ولذلك
أول الموضوعات التي سوف نطرحها بإذن الله تعالى ونحققها ونركزها هي قضية العلاقة بين العقل والنقل. صحيح أن في كثير من الإخوة أو طلاب العلم حضروا في بعض معاهد إعداد الدعاء أو درسوا معي ودرسنا لهم هذه الأشياء، لكن نريد أن ندرسها بشيء من التفصيل بالإضافة إلى التكليف المطلوب. وبإذن الله تعالى لن يتابع معنا ممن يرغبون في الحصول على إجازة ودورة علمية راقية إلا من التزم، يعني كل أسبوع هيكون فيه بحث صغير هيعمله وأشياء هيحفظها هيسلمها للأخ المسؤول فضيلة الشيخ السيد صقر، هيتابع هذه الأشياء وهيعرض عليه، بحيث إن احنا نشوف اللي له رغبة في أن يستمر معنا مرحبا. أنا متطوع في أن أتابعه إلى أن يصبح شخصا يمكن أن يدرس العقيدة بالشكل اللائق ويكون لبنة في نجاح الأمة في الأيام القادمة بإذن رب العزة والجلال. لكن مجرد الحضور يا مرحبا، احنا طبعا ما نقولش حد واحد يحضر او ما يحضرش، وان كان انا يهمني ان نطلع بهذه الدورة العلمية او المحاضرات المنهجية بحوالي 20 او 30 واحد استوعبوا العقيدة استيعابا جيدا واضحا يمكن ان يقنعوا به الاخرين. هذا ما نريده. الكسرة كما تعلمون فهي كثيرة والكلام كثير، ويستطيع الإنسان أن يجلس 24 ساعة الآن أمام شاشة التلفزيون ما فيش فيها غير قال الله وقال الرسول. لكن احنا عايزين المنهج الذي نفهم به العقيدة، أصول العقيدة، خلينا نقول أصول العقيدة، أصول الاعتقاد. إزاي أفهم العقيدة؟ إزاي أحافظ على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول الموضوعات اللي هنتكلم فيها إن شاء الله العلاقة بين العقل والنقل. نريد أن نغطي في هذه المحاضرة عدة عناصر. العناصر اللي هنغطيها طبعا ممكن هي مسجلة، يعني طبعا طالما بيسجل الحديث فممكن أخي يسمعها ويكتبها، لكن لو أنا حمليها كده هتبقى يعني تحتاج إلى وقت طويل، فحول العناصر إجمالا وسنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى. أضف إلى ذلك في حاجة كمان هي أنبه عليها، إن كل مجموعة محاضرات سيلخص ما جاء فيها وأراجع أنا شخصيا وتعطى لطلاب العلم بحيث يدرسوها، والراغبون في المتابعة من طلاب العلم هؤلاء لهم أمر خاص سندل عليه في نهاية كل محاضرة بإذن الله تعالى. يعني أين يبحثون وكيف يبحثون، وخصوصا نحن نريد من طلاب العلم أن نرقى بمستوانا العلمي. الآن ربنا سبحانه وتعالى سخر وسائل رائعة جدا ما كانت بين أيدي العلماء السابقين. جميع الموسوعات الإسلامية من قرآن وسنة أصبحت الآن موجودة على الحاسوب أو على الكمبيوتر، يستطيع أن يقرأها في لحظات، ويستطيع الأخ أن يصل إلى أدق المعلومات في أقل الأوقات. فلما لا نستخدم هذه الوسائل؟ هذه وسيلة حتى في الدراسات العليا. على فكرة أنا الآن لست في جامعة الملك خالد، بل أنا متفرغ لعدة أبحاث، وهنا في القاهرة من قرابة العام، وبعض المعلومات أيضا أنا كنت أعمل أستاذا مشاركا في جامعة الملك خالد، وأنا معكم إن شاء الله عز وجل إلى فترة أو إلى أن يشاء الحق سبحانه وتعالى، ونتمنى أن نبقى سويا نتعلم سويا عقيدة أهل السنة والجماعة. أنتم تعلمون أنه بدون العقيدة لا يقبل من الإنسان أي عمل يفعله، فشرط قبول العمل كما تعلمون الإخلاص لرب العزة والجلال اللي هي سلامة العقيدة والتوحيد. الأمر الثاني سلامة المتابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم. إخلاص ومتابعة يقبل العمل، هذا أمر نعرفه ويتحدث فيه كثير من إخواننا. المحاضرة هنبدأ فيها بإذن الله تعالى في العلاقة بين العقل والنقل. إيه المقصود بالعقل؟ ما المقصود بالعقل؟ ما هي الغاية الرئيسية من وجود العقل؟ ده العنصر الثاني اللي هنتكلم عنه. ما هي حدود المعرفة بالعقل؟ العقل آخره فيه حدود المعرفة بالعقل. ما هي العتبات المطلقة للحواس الخمس؟
معلش ما تستغربوش في الأول، دايما العناصر بتبقى غريبة شوية لكن بعد كده بتبقى سهلة وربنا يسهل إن شاء الله عز وجل. انعدام رؤية الأشياء يكون لسببين اثنين: مدارك اليقين العقلي. ما المقصود بالنقل؟ هل يمكن أن يتعارض العقل مع النقل؟ دي العناصر التي نرغب في تغطيتها، وإن أخذ الإخوة يعني وقتا طويلا في بداية المحاضرة، لكن نتمنى إن شاء الله في المحاضرات المقبلة أنه بعد صلاة السنة مباشرة، وأيضا أن يعني نطلب من الشيخ طارق ربنا يبارك فيه أن يعني في الصلاة يقرأ بقصار السور على أساس نستفيد من طول الوقت بين المغرب والعشاء، لأن احنا المفترض عشان تكون المحاضرات هذه فعالة وناجحة إن احنا ناخذ على الأقل ساعتين، ساعة قبل العشاء وساعة بعد العشاء. ولا أنتوا عايزين بس ساعة وخلاص؟ ربنا سبحانه وتعالى ييسر. أنا في نيتي عندي استعداد إن احنا نواصل الساعتين. ليه؟ لأن احنا عايزين وقت مكثف، وقت قليل مش طويل نقعد فيه سنين، لا احنا عايزين بس في خلال 6 أشهر، سنة بالكثير لو طالت الأمور، فتشعر أنك استوعبت منهجا يمكن أن يكون هذا المنهج في باب العقيدة. طبعا الفقه محتاج دراسة والأشياء أخرى، لكن في باب العقيدة على الأقل من يدرس معنا هذا المنهج يعني نبشره بإذن الله تعالى إن هيكون مستوى لو تابع على حسب ما احنا هنقول له، على الأقل يكون مستوى يوازي من حصل على درجة الماجستير، مش اللي خد كلية، لا. وبإذن الله سوف ترون هذا. نبدأ بإذن الله تعالى مباشرة في النقطة الأولى: لماذا رغبنا في أن نتحدث عن العلاقة بين العقل والنقل؟ لأن على أساس هذه العلاقة بتتحدد نوعيات البشر، بين شخص يعيش بفهم الصحابة وبين شخص يدعي أن فهمه أكمل من فهم الصحابة، بين مذهب يتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله وبين مذهب لا يرغب في ذلك ويقول نحن أحرار نفهم الإسلام كما يليق لنا أو كما نراه نحن بعقولنا. فقلنا لابد من وضع ضوابط نعرف فيها إيه هو العقل وإيه هو النقل، والأشياء هذه تكون واضحة. فإن لم تكن واضحة واتفقنا عليها فكل ما سيأتي سيجادلنا فيها شخص ما. لا نريد ذلك، نحن نريد قواعد وأسس نتفق عليها، وبعد أن نتفق عليها ستجد أن الكلام يقع على القلب، فإن اتفقنا عليها فالحمد لله. العقل، ما تعريف العقل؟ لاحظوا معايا في بعض التعريفات هنحفظها داخل المحاضرة بإذن الله تعالى، محدش يخرج إلا هو حافظها. أضف إلى ذلك اللي ما حفظش كويس يرجع للمحاضرة ويفرغها ويحفظ هذه العبارات. العقل، ما العقل؟ إيه هو العقل؟ لما جينا نسأل العقل غريزة وضع الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده. يبقى ايه هو تعريف العقل؟ غريزة وضعها الله فين؟ في قلوب الممتحنين من عباده، تابعة للروح. ضيفوا لها التعريف ده أو الكلمة دي، تابعة للإيه؟ للروح، موضوعة في الجانب الغيبي من قلب الإنسان. يبقى دلوقتي نعيد تاني، إيه هو العقل؟ لو واحد سألك سؤال، وطبعا السؤال ده مهم جدا لأن كل واحد على الأقل يعرف عقله هو إيه وموجود فين ونظامه إيه ووضعه إيه وربنا اداهولنا عشان إيه. الأشياء دي لازم تكون واضحة. يبقى العقل عبارة عن إيه؟ غريزة وضعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده. أنا هشرح التعريف اهو. تابعة للروح، موضوعة فين؟ في الجانب الغيبي من قلب الإنسان، لا نعرف كيفيتها، نتعرف على وجودها من خلال أفعال الإنسان في ظاهر البدن. هذا التعريف للإمام أحمد بن حنبل.
وأيضا للحارث ابن أسد المحاسبي، وعليه رأي جمهور المسلمين. تعال نرجع بقى، العقل بنقول عليه ايه؟ غريزة. انتوا عارفين كلمة غريزة يعني ايه؟ غريزة يعني شيء مغروز فينا، موضوع فينا. من وضعه؟ خالقه. إذن احنا فينا شيء له ماهية وله كيفية يعلمها رب العزة والجلال أو يعلمها بعض خلقه من ملائكته. هذا الشيء يسمى بالعقل. أين هو؟ في قلوب الممتحنين من عباده. خلينا الأول في قلوب. في قلوب معناها أن العقل موجود فين؟ في القلب. في القلب، نعم في القلب. فواحد يقول لك إزاي العقل موجود في القلب؟ لأن العقل شيء غيبي، أمر يخرج عن مداركنا، فالذي خلقه أخبرنا أنه في القلب. وأنا كرجل مسلم ليس لي إلا أن أصدق بخبر الله وأن أنفذ أمره، لكن لا أن أعدل على ربي وأقول لا هذا لا يعجبني، أو أن ما بين يدي من أسباب ترى إشارات كهربائية تخرج من المخ إلى سائر الجهاز العصبي في البدن فتحركه، يبقى معنى ذلك أن العقل في القلب؟ أبدا. الله عز وجل أخبرنا فقال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ربنا يخبرنا بأن العقل موجود فين؟ في القلب. فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يبقى العقل موجود فين؟ أسمع، العقل موجود فين؟ في القلب. واحد يقول لك يا شيخ ده المثل بيقول عقلك في راسك تعرف خلاص. نعم، الكلام ده صحيح من وجه. ليه؟ لأن هو متصور أن العقل هو الجهاز الإدراكي اللي في الإنسان. لا، الجهاز الإدراكي اللي في الإنسان أشمل وأعم. من ضمن هذا الجهاز الإدراكي العقل. خلينا أضرب لكم مثل أوضح المسألة بشكل أفضل. يعني الآن إحنا عندنا جهاز اسمه جهاز الكمبيوتر. جهاز الكمبيوتر هذا مكون من عدة أجزاء. عندكم فكرة ولا ما عندكوش؟ الوقت مقرر على الأولاد حتى في الابتدائي والإعدادي والثانوي، ما عادش فيه يعني حد له عذر في إنه لك أنا ما أعرفش حاجة عنه. لا، في عدة أجزاء رئيسية يتشكل من مجموع هذه الأجزاء جهاز اسمه جهاز الكمبيوتر. أول شيء أساسي اللي هو بيحدد نوعية الجهاز وكفاءته اللي هو إيه؟ البروسيسور، أو اللي بيسموه المعالج. المعالج ده اللي هو العقل الإلكتروني. العقل الإلكتروني موجود في اللوحة الأم زي ما بيسموها. والعقل الإلكتروني هذا دوره إيه؟ في مسألة تحليل المعلومات، القيام بالعمليات المعقدة بأقصى سرعة على حسب كفاءته تحدد السرعة. وهناك أيضا حاجة اسمها القرص الثابت. القرص الثابت اللي هو إيه؟ يسموه الهارد ديسك، نتكلم عنه باللغة الإنجليزية كمصطلح اللي هو الهارد ديسك. دور الهارد ديسك إيه؟ تخزن عليه المعلومات بس. طيب إحنا عندنا في الإنسان لما بيتولد فيه جزء خلاياه ثابتة من يوم ما يتولد لغاية ما يموت، اللي يفقد منها كخلية ما ترجعش تاني. اخواننا بتوع الطب يقولوا لنا الكلام ده كويس. دي موجودة في قولوا في المخ. أحسن. يبقى إذن في تكامل بين الدماغ والرأس وبين العقل اللي موجود في القلب، اللي بحلل المعلومات من صناعة الحق سبحانه وتعالى. وأي عقل؟ عقل صنع عقلا إلكترونيا، فما بالك بالعقل الذي صنعه الرب سبحانه وتعالى. موجود فين؟ موجود في القلب. يقوم بتحليل المعلومات، يجمع المعلومات من الحواس، السمع والبصر، تذوق، اللمس، هذه الأشياء، وتصل من خلال الحواس إلى العقل. والعقل بيتصرف فيه، ياخذ المعلومات ويروح يخزنها بقى. يخزنها فين؟ يخزنها في القرص الثابت زي ما بنقول.
شوف بقى لما القرص الثابت عندنا احنا يبقى الخلايا الثابته دي الخلايا اللي موجوده في المخ، فما فيش انسان ينفصل قلبه عن راسه، لا، الجهاز متكامل، كل الجهاز الادراكي في الانسان له حدود وله مواصفات هيئها الحق سبحانه وتعالى بحيث يحقق الغايه من خلق الانسان. الغاية من خلق الإنسان خلقه لتحقيق غاية معينة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى لازم العقل ده والجهاز الإدراكي في الإنسان يحقق هذه الغاية. ولذلك بنقول إن الإنسان في خلاياه الثابتة اللي موجودة في رأسه بتدون فيها المعلومات فعلا، والخلية اللي بتموت بالمعلومة بتاعتها. ولذلك احنا قلنا قبل كده في محاضرات كثيرة إن فيه عصر يسمى بعصر الاختلاط أو زمن الاختلاط عند الراوي. زمن الاختلاط عند الراوي هو إيه؟ هو الزمن الذي لا يستطيع بعده أن يتذكر المعلومة. هذا لا يقبل حديثه بعد زمن الاختلاط، إنما قبل الاختلاط يقبل حديث انه متذكر، يجي يستدعي المعلومه ما يعرفش ليه؟ فقدت، هي متخزنه بس راحت لان الخليه اللي فيها ماتت. سبحان الله. ولذلك الانسان يفقد ذاكرته ولا يفقد عقله. يقول لك ده فاقد الذاكره لكن بيميز، عنده عقل. فاذا فقد عقله يصير مجنونا فيرفع عنه التكليف. وإذا وجد العقل دون المعلومات التي بها يهتدي ودون المعلومات التي يميز بها زي الطفل الصغير، هذا أيضا يرفع عنه التكليف. ودي أشياء هنعرفها بعد محاضرات لما نعرض قضية التكليف وما يتعلق به. يا ريت حد يهدلنا المروحة، هديها شوية. أو حشها خالص يبقى كده، معلش الجو حر شوية، المروحة دي خليها في نص بس. الله يكرمك. طيب يبقى احنا عرفنا دلوقتي ايه هو العقل. يعني ما نقول مثلا يقول الثعالبي في الجوار الحسان اللي هو تفسير الثعالبي، هذه الآية اللي ربنا يقول فيها أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، هذه الآية تدل على أن العقل موجود في القلب. وكذا قال، يعني هو بيقول هذه الآية تقتضي أن العقل في القلب وذلك هو الحق. يعني الحق اللي دل عليه دليل النقل، خلينا نقول مصطلح النقل هنتكلم عنه بعد شوية، بس دليل النقل يعني اللي ورد في الكتاب والسنة. حد معاه مناديل ولا حاجة؟ جزاك الله خير. الله يبارك فيك. ولا ينكر أن للدماغ اتصالا بالقلب يوجب فساد العقل متى اختل الدماغ. يعني لو حصل في خلل في دماغ الإنسان أو في عقله الإنسان لا يميز ولا يدرك. ولذلك يا إخواني الجانب الغيبي هذا لا نعرف كيفيته. جانب فيه العقل، تعرف كيفية العقل؟ لا ما اعرفهاش، ده جانب غيبي. أنا أصدق أن لي عقل، شكله إيه ما اعرفش، الله أعلم. يتبع الروح، لو تعرف توصف له الروح أقول لك. ويسألونك عن الروح كما قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. طيب الإمام القرطبي يقول أيضا في الآية أضاف العقل إلى القلب لأنه محله، كما أن السمع محل الأذن. وقد قيل إن العقل محل الدماغ، وروي ذلك عن أبي حنيفة وما أراه عنه صحيحا. يعني يقولوا لا العقل مكانه فين؟ في الدماغ. طبعا احنا حكاية العقل مكانه فين لا تعنينا في المقام الأول، لكن احنا عايزين نعرف بس إن ربنا لو أخبرنا عن شيء فنصدقه لأنه الأولى. ليه؟ هو اللي خلقه، اللي خلق العالم يقول لك انه موجود في القلب. والآن اكتشف اكتشافا علميا عجيبا وموجود الآن ومنشور على الانترنت، أنهم اكتشفوا ان القلب فيه جزء صغير تخزن فيه نسخة كاملة مما في الدماغ، وان جميع الإشارات اللي بتحدث في مخ الإنسان تحدث بتوجيه من القلب. سبحان الله. يعني التوجيه يطلع من القلب كإشارات
إلى العقل، إلى الرأس أقصد، إلى المخ، والمخ يبدأ يدي الإشارات عشان يحرك اليد يمين واليد شمال زي ما الأطباء اكتشفوا ذلك. لكن نحن نصدق بخبر الله ولو عارض ذلك كل شيء في الحياة، لأننا نعلم أن الذي خلق الشيء هو أولى من يصفه، وإذا حدث تعارض فالخطأ منا وليس من كلام ربنا، وهذا سنعرفه في العلاقة بين العقل والنقل، ولذلك بدأنا به. ده بالنسبة للعقل، مش هنطول فيه أكتر من كده، لكن عايزين نعرف العقل غريزة وضعها الله فين؟ في قلوب الممتحنين. فواحد يقول يعني ايه كلمة ممتحنين دي؟ ايه حكاية ممتحنين؟ المقصود بالممتحن المكلف اللي ربنا استخلفه في أرضه وسخر له هذه الأشياء، لأن غير الإنسان من الأشياء لديها أيضا جهاز إدراكي ولديها وعي ولديها عقل تميز به، لكن احنا نقول العقل المقصود في الشرع كاصطلاح العقل اللي موجود فين؟ في قلب الإنسان، اللي بيجعله إنسانا مكرما مميزا مستخلفا في أرض الله على وجه الابتلاء، أمينا في ملك الله خوله وابتلاه. هذا المقصود بالممتحنين. لكن باقي الأشياء لديها إدراك ووعي. إياك أن تظن أن هذه المخلوقات ليس لها إدراك ولا وعي، أبدا، لديها إدراك ووعي قد يفوق إدراكنا، سواء نظرنا نظرة عقلية أو نظرة نقلية. النظرة العقلية المقصود بها إيه؟ لما نيجي ننظر بعقولنا ونشوف الأشياء من حولنا نجد أن منها انسجام وتوافق يعجز الإنسان أن يفعله. يعني تخيل مثلا مجموعة نمل ماشيين عشان يروحوا يجيبوا حاجة معينة ويرجعوا، منتهى الانضباط، ما بنلاقيش احنا في الجماعة اللي بيبيعوا ويشتروا. بلاش اقول بلاش اتكلم. الانسان وضع الله فيه العقل لكي يميز بين ما ينفعه وما يضره، كما سنرى الآن. المخلوقات احرص منا على نفعها وعلى ضررها. لو شفنا طائر ماشي في سرب، قائد للسرب، وبيطير آلاف الكيلومترات وبيحسب اتجاه الرياح والزوايا والكلام من ده في منتهى الانسجام، والكل منضبط معاه في السرب، سبحان الله. احنا لو قلنا السرب طيارات هيمشي ممكن يخبطوا ببعض، يحصل ولا ما يحصلش؟ سبحان الله. فهذا يعني أن الإنسان لديه وعي وتمييز وإدراك، وكذلك سائر المخلوقات. بس الفرق بيننا وبين هذه المخلوقات العلة في خلقها وخلقنا. العلة في خلقنا، خلقنا للابتلاء والامتحان باستخلافنا في أرض الله على وجه الابتلاء، ولذلك قلنا في التعريف قلنا في إيه؟ غريزة وضعها الله في قلوب الممتحنين من عباده. أما سائر الأشياء فلا يدرك وعي. أنتم تعلمون مثلا لو احنا ماشيين ممكن تلاقي النملة ماشية مع نملة وقاعدين بيتكلموا مع بعض وجايبين سيرتنا يا بخير يا بشر. نعم، لأن ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا ده بأدلة النقل، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت إيه نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. يبقى لها قول من لاش قول، تتكلم ولا إدراك ووعي ولا تمييز وألف كلام يعجز الفصحاء عن النطق به، وهي بتتكلم على طول. يعني مش بس أيام سليمان وبعد كده سكتت، لا هي بتتكلم. الفرق إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى علم سليمان منطق الطير، قال يا أيها الناس علمنا إيه؟ منطق الطير. فلو تعلمنا منطق الطير كما تعلمه سليمان لأدركنا من حكم الله عز وجل والمعاني الرائعة التي نراها في هذه المخلوقات. بل انظر إلى الهدهد عندما تكلم مع سليمان. يا إخواني والله آيات ربنا سبحانه وتعالى جعلها كأجهزة إدراك موجودة في هذه المخلوقات. بل السماوات والأرض والجبال لما عرض الله عليه الأمان قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذه لها قصة أخرى وإن شاء الله عز وجل لها موضوعات في المحاضرات يأتي في حين. إذن الآن تعرفنا على العقل، نأتي بعد ذلك إلى التعرف على حدود العقل. العقل جهاز إدراكي موجود في قلب الإنسان.
الفائدة منه أن يميز بين ما ينفعه وما يضره. دي الفائدة من العقل في الإنسان. والذي لا يميز بين ما ينفعه وما يضره هل يسمى عاقلا؟ قولوا يا اخوان، يسمى عاقلا؟ فواحد يقول لك يا شيخ ده فيه ناس كتير بيعملوا أشياء تضرهم ويقولوا عليهم عقلاء. ده عقل نسبي، لأن دلوقتي أعقل الناس قد يكون من حملة الدكتوراه، أستاذ كبير وعلامة نحرير، لكن تسمع قول الله تبارك وتعالى فيه: كلما ألقي فيها فوج سألهم إيه خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو إيه أو نعقل. ما كانش لهم عقل؟ كان لهم عقل، لكن لم يميزوا بين الضرر والنفع، لأن ربنا لما أوجد العقل فينا إنما أراد منا أن نميز بين ما ينفعنا وما يضرنا. القضية كلها إيه؟ في قصر النظر إلى النفع والضرر. في أن شخصا ممكن تلاقي واحد مثلا شايف إن الخير اللي هيعود عليه أن يستمتع في الحياة بمجموعة من المتع البسيطة، إلى حد ما احنا بنسميها بسيطة. ليه؟ يعني إيه لما يكون معاه سيارة مرسيدس مثلا ثمنها 1.5 مليون، خد بالك إزاي؟ يعني هيركب زي اللي راكب موتوسيكل، ده هيوصل وده هيوصل، بل ممكن يكون اللي ماشي على رجليه أحسن من الاثنين. الله يبارك. قربوا البتاع ده شويه عشان بالراحه على الميكروفون. الله يكرمكم ويبارك فيكم. ربنا سبحانه وتعالى جعل الدنيا للابتلاء، اللي ماشي على قدميه رياضة ولياقة يكتسبها بسبب إرهاقه في العمل والسعي في كسب قوت يومه، لكن اللي قاعد على طول على مرسيدس فلان يشتروا سعادة البيه ودوا سعادة البيه، سعادة البيه بيجي له مرض السكر، واخد بالك ازاي؟ وتبقى مشكلته مشكلة كبيرة. اللهم إلا أن يكون شخص بقى يفهم حقيقة الحياة وتصبح النعمة في يده وليست في قلبه، وهذه النعمة يسخرها طاعة لربه فيعطي الفقير ويخضع ويتواضع لسائر الناس. مثل هذا رجل قد يفوق الفقير في إيمانه، لأن الله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. فالغاية الرئيسية اللي هي مسألة النفع والضرر، ودي إن شاء الله عز وجل لعلنا نتحدث عنها في وقت لاحق، وإن كانت تتطلب كلاما كثيرا. هنيجي لما نيجي نتكلم لعله يكون في المحاضرة القادمة والتي بعدها التحسين والتقبيح مرده إلى العقل أم إلى النقل. خلينا ننتقل إلى معلومة أخرى. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا. العقل حدوده عالم الشهادة، ما تقع عالم الشهادة أي المشهود المدرك بالنسبة للإنسان. لا يستطيع الإنسان أن يتجاوز ذلك. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الجهاز الإدراكي في الإنسان، الجهاز الإدراكي يبقى العقل والحواس وذاكرة الإنسان في الرأس، ده الجهاز الإدراكي في الإنسان، بحيث يصل إلى حدود معينة فيسأل عنها، لكن ما غاب عن إدراكه لو تكلم فيه بغير علم يتحاسب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيه؟ مسؤول. إذن في حدود لمداركك. طيب ما خرج عن مداركك هيبقى عالم غيب. يبقى إذن في عالم غيب وعالم إيه؟ شهادة. هما غيب وشهادة بالنسبة إليك، لا بالنسبة لخالق عالم الغيب والشهادة، لأن ربنا من فوق عرشه مطلع على ما في عالم الغيب كما في عالم الشهادة، سيان بالنسبة له. قال ذلك عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. يبقى ربنا عالم بما في عالم الشهادة كما في عالم الغيب، كلاهما سيان، لكن هما غيب وشهادة لعلة أرادها رب العزة والجلال، أننا في دار ابتلاء وامتحان. فالإنسان سيكلف بالإيمان. إيمان بإيه؟ بالغيب.
ربنا غيب ما رأيناه وما رأينا له مثيل، فسيخبرنا عن نفسه وعن اسمه وعن وصفه وعن ملائكته وعن كتبه وعن رسله عن اليوم الآخر وعن قدر خيره وشره. أتصدق الله في خبره أم لا؟ لكن لو كان الإنسان بيطلع على عالم الغيب زي عالم الشهادة يبطل معنى الابتلاء والحكمة على طول، لأن هيبقى يكافر إزاي وهو شايف قدامه ربنا سبحانه وتعالى، وهو شايف الملائكة بتتحرك. إذا الابتلاء اقتضى واقتضت حكمة الله عز وجل أن يوجد الإنسان بين عالم يسمى عالم الغيب وعالم الشهادة، يرانا ولا نراه، ومدارك الإنسان محدودة عشان يظهر عالم الغيب وعالم الشهادة. أنتوا معايا ولا مش معايا؟ شوية كده أصحصح أعرف معلش. بسم الله. احنا بنقول الكلام ده ونحاول نضبطه جيدا، ان هي دي الفطرة. لو ضبطت الفطرة في أنك لا تتجاوز حدود مداركك بعقلك، فالعقل يقول ما غاب عني لا يمكن أن أتعرف عليه إلا عن طريق الخبر. عن طريق إيه؟ قولوا العشاء. طيب، عن طريق الخبر، والمقصود أن يأتيني خبر صادق من عالم الغيب يخبرني بما فيه، لأن مش شايفه. ولذلك عملوا حاجة اسمها إيه؟ العتبات المطلقة للحواس الخمس. يعني إيه العتبات المطلقة؟ العتبات المطلقة يا أخوانا دي يعرفوها كويس. عايزين يعرفوا الحدود اللي ممكن تصل إليها الحواس. البصر يشوف لغاية فين، آخر حاجة ممكن يوصل لها البصر. فعملوا طبعا دراسات كتيرة بيسموا دي العتبة المطلقة، يعني آخر حاجة ممكن يصل إليها الإنسان بعد كده خلاص من حواسه. أنت سمعك يجيب لغاية فين، بصرك يجيب لغاية فين. دي اسمها العتبات المطلقة. الجماعة دي بيسموها علماء النفس، هم اللي بيسموها الكلام ده، يعني على أساس هم يدرسوا الشخص بيتكلم بغيب، بيتكلم عن حاجة، يحاولوا يضبط العملية عنده. علماء النفس أو الأطباء النفسيون هؤلاء يحاولون أن يضبطوا فطرة الإنسان بدراساتهم. فمن ضمن الدراسات اللي عملوها أفادتنا في المسألة دي اللي هي قضية العتبات المطلقة. عارفين يعني العتبات المطلقة؟ آخر ما يصل إليه حواس الإنسان. فقالوا البصر بيدرك به العقل، يعني عقل الإنسان يستوعب ببصره صورة شمعة مضاءة يراها على بعد 30 ميل في ليل مظلم صاف في الظلام، 290 ملي مايكرون، بيقيسوا الظلام بدرجة معينة. بيقولوا في ليل كالبهيم، ليل البهيم المظلم الحارق في السواد، ممكن يشوف شمع على بعد كام؟ 30 ميل. لو زادت بوصة واحدة يبقى 30 ميل وبوصة ما يشوفهاش. طب هي لو كانت 31 ميل الشمعة دي موجودة ولا معدومة؟ يبقى هل لو إن الشمعة دي غايبة عني وأنا لا أراها، هل أحكم بعقلي بعدم وجودها؟ إذن في أشياء غيبية تغيب عني وهي حقائق. فإن أخبرني خبر صادق عن وجود الحقائق في عالم الغيب من ناحية العقل، ما فيش واحد منا يقول لك لا أنا مش مصدق بالكلام، يبقى أنت غلطان. ليه؟ لأن في حقائق أنت لا تراها ولا تسمعها. انتوا معايا يا اخوانا؟ إذا من هذا الباب إن كان ده منطق عقلي موجود عند جميع العقلاء، ولا يستطيع إنسان مسلم أو غير مسلم يكذب بهذه الحقيقة إن ما زاد عن 30 ميل ما هتشوفوش إلا بوسائل أخرى إضافية، أو عن طريق الخبر الصادق الذي يخبرنا عن الحقائق الغيبية. إيش ولا إيه؟ طيب. فإن قلنا إن الله عز وجل الذي خلقنا أخبرنا عن حقائق موجودة في عالم الغيب عن طريق النقل الصحيح اللي هنتعرف عليه بعد شوية، في عذاب في القبر، روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، فيه ملائكة موجودة معانا،
فيه عالم اسمه عالم الجن، في عذاب ونعيم موجود الآن، الجنة موجودة تحت العرش والنار في أسفل السافلين تحت 7 أراضي. هل لي أن أكذب بهذا؟ أقول لك يا أخي أنت مصدق برضه حكاية الغيبيات وبتاع ده؟ إحنا في عصر حرية يا أخي، الناس تطورت، الناس يا دكتور محمود دلوقتي عندهم تقدم وطلعوا القمر وإحنا قاعدين نقول بقى ملايكة إيه الكلام ده؟ يعني هو بقى كأن راجل متفتح ومتنور وصاحب عقل وصاحب وعي، وإحنا اللي ما بنفهمش. تتمسك بالكتاب والسنة ولا لا 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 دي رجعية وتخلف. يا أخي الله يهديك، الله يهديك، لا تفتن ولا تظن أنك أصبحت عاقلا بمثل هذا الكلام، بل العقل والمنطق يدل على وجود حقائق مخفية عنا وغيبية. معلومة من المعلومات المهمة اكتشفوها الآن الجماعة اللي هم أصحاب العلوم المادية فيزياء وغيرها، إنهم اكتشفوا فعلا علميا إن فيه عالم غيبي يعيش معنا. الاكتشاف من خلال المعادلات اللي هم بيحسبوها في دوران الإلكترون حول النواة، هل بيدور في المحاور الثلاثة المعروفة المشهودة اللي هم بيسموها محاور الفراغ اللي اكس واي زد او س وصاد وعين، ولا في محاور اخرى ما احنا شايفينها؟ هم قالوا ان في عدة محاور، 3 مرئية والباقي غير مرئي. كم بقى غير المرئي؟ مرة يقولوا 9، مرة يقولوا 10. فيه عالم غيبي موجود، المعادلات لا تنحل عندهم ولا تتفق إلا بوجود عالم غيبي حكموا هم به وصدقوا ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة رسوله. فنحن نصدق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم سواء اكتشفوا أو ما اكتشفوش. لكن عايز أقوله إن ما أخبر الله به حق وسيحدث لا محالة، وهو واقع لا محالة. هذا هو المطلوب من كل مسلم صادق في هذا العصر وفي العصور المقبلة وما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث صحيح متفق عليه في فضل أبي بكر وعمر، عندما أخبر الصحابة عن واقعة غريبة وقال ولكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. عارفين الحديث؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، أو الحديث روي أظن أبو هريرة على ما أعتقد، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم قال بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت له البقرة اللي بتتكلم، قالت له إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. البقرة اللي بتقول لمين؟ اللي راكبها، مش عارف مين البقرة فيه. قالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبقرة تتكلم؟ يعني استغربوا ما رأوا ذلك، لكن الرسول أخبر عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم ولكني أؤمن بذلك، يعني أصدق بالوحي الذي جاءني وأخبرني عن ذلك أنا وأبو بكر وعمر سيصدقاني فيما أخبرت. وقال ذلك أيضا في الحديث عن الذئب الذي أخذ شاة من الراعي بينما راعي يرعى في غنمه، ذهب ذئب منها بشاة، تغافل عن غنمه فذهب ذئب منها بشاة، فحاول أن يستنقذها الراعي فاستنقذها منه. قال له الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، يعني أنت كنت فين وأنت نايم وربنا جعل رزقي عند غفلتك؟ قالوا ذئب يتكلم؟ بيقولوا النبي عليه الصلاة والسلام ذئب يتكلم؟ قال ولكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. فلا بد أن يربى المسلم وصاحب العقيدة الصحيحة على تصديق خبر الله وتصديق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنها وحي وما ينطق عن الهوى. خلي خلقك بيقول لك كده، انت هتقعد بقى تقول لا والله مش عاجبني، لا اصل الظاهر ده ممكن يكون فيه معنى باطل، ما تفهمش من كلام ربنا كذا وافهم كذا. هو ربنا جعلك واصي على كلامه؟ دع كلام الله يصل الى الناس.
زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بكلام ربه. هل جعل وصيا على كلامه بحيث يقول افهموا الآية دي على النظام ده والآية دي ما تفهموش كده؟ أبدا. الإيمان ببساطة وسنتحدث عن ذلك بيتمثل في أمرين اثنين. الأمر الأول أن تصدق الله في خبره. خبر عن الله يتطلب منك التصديق، وأمر عن الله يتطلب منك إيه؟ التنفيذ. الصحابة كانوا كده، يسمعون الخبر فيصدقونه ويسمعون الأمر فينفذونه. إنما هتقولي لا ما تصدقش دي، الأمر ده ما ينفعش دلوقتي، غير فيه. إن غيرت فيه بعقلك إن كان خبرا تظهر بدع العقائد، وإن غيرت فيه إن كان أمرا تظهر بدع العبادات. فبدع العبادات هي إيه؟ هنعرفها بعد شوية إن شاء الله. أن تدخل العقل في أوامر الله فتغير فيه. وبدع العبادات أن تدخل العقل في أمر الله فتغير فيه. وبدع العقائد أن تدخل العقل في خبر الله فتغير فيه. دع الناس يصدقوا خبر الله حين يسمعون. وهذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله. احنا قلنا في البصر بيشوف كام؟ 30 ميل. طب والسمع؟ قالوا السمع يدرك صوت دقة ساعة، دقة الساعة يعني، في ظروف هادئة تماما على بعد 20 قدم. يعني الساعة مثلا على 20 قدم تسمع الدقة بتاعتها، 21 ما تسمعش. شوف سمعك بقى، سمع محدود. خد بالك ازاي؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إيه؟ سميعا بصيرا. ده سمع البشر يدوب يسمع على 20 كام؟ 20 قدم بس. إنما لما ربنا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سمعه بقى يجيب لغاية فين؟ مطلق. كل صغيرة وكبيرة في الكون. فواحد يقول لك لا أصل احنا لو أثبتنا السمع لربنا يبقى شبهناه بسمع الإنسان. يا راجل اتق الله، ربنا يتحدث عن سمعه هو لا عن سمعك أنت. سمعك يجيب 20 متر، إنما سمع ربنا سبحانه وتعالى يسمع السر ويخفى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. صحصحوا معايا، عارف الجو حر جايز بعض إخواننا كده إيه، لكن مش هنسيبكم إن شاء الله عز وجل. تذوق يدرك ملعقة صغيرة من السكر مذابة في جلونين من الماء. هذه الحدود بتاع التذوق. الشم نقطة عطر منتشرة في غرفة مساحتها 6 متر، نقطة يقدر يحس به. لو كانوا 7 متر ولا يحس ان في عطر. طب حاسة اللمس يقول لك في العتب المطلقة ايه؟ انه يدرك جناح ذبابة يسقط على الصدغ من مسافة 1 سنتيمتر، يقدر يحس به. صدغه، صدغ الإنسان ساعة ما ينزل عليه جناح ذبابة من 1 سنتي يحس به، بعد كده ما يحسش. سبحان الله. إذن العقل حدود المدارك معلومة لها عتبة مطلقة. بعد ذلك ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيه؟ مسؤول. لما يكون الجهاز الإدراكي بهذه الكيفية من القصور فعلا جهاز قاصر. الآن صحيح عاد في أقمار صناعية الواحد يشوف وجوالات وموبايلات وأشياء، دي أسباب ربنا سخرها ودي من علامات الساعة. لكن احنا بنتكلم بقى في باب العقيدة على شيء أبعد شوية. إذا كان العقل قاصر بهذه الكيفية، هل يستطيع أن يدرك كيفية الحقائق الغيبية؟ قولوا يا أخوان، يقدر؟ تقدر تعدي يقول لك أنا يا شيخ بروح عند القبر لا بشوف روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النار. فيجي واحد كده في وسائل الإعلام يقول لك ايه يا اخوانا اللي قاعدين يقولوا عذاب القبر وعذاب القبر، ايه الكلام ده؟ يا سلام، ليه؟ يقول لك ما بنشوفش الكلام ده. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الايه؟ الأقصى. فواحد يقول لي يا شيخ يعني انت ما هو لازم يكون راكب طيارة، راكب سيارة مرسيدس ولا بتاع عشان يفهم الكلام ده. يا أخي اتق الله، اللي خلق الإنسان وخلق ما صنع الإنسان
قادر على أن يخلق براقا يضع حافره عند منتهى بصره. أو زي أحد الإخوة كنا بنخطب الجمعة وكنت بتكلم على حديث على الإيمان بالملائكة، فحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم. هو على ما يبدو متأثر بالفكر الشيوعي، يعني عايز كل حاجة يفسرها في خلال الأسباب وخلال مدارك العقل والحدود بتاعته. فقال لي هو كان مبسوط قوي من الكلام، فقول لي والله إيه رأيك يا دكتور لو إحنا فسرناها بتفسير عقلي شوية؟ قلت له يعني إزاي يعني؟ قال لي يعني الملك طالع فوق أوي، المسافة طويلة أوي، على حسب اللي انت وصفت كده مسافة كبيرة قوي، فنعمل ايه؟ قال ما نقول ان الملك بيشتغل بنظام اسمه زي نظام الفاكس كده يحط الكتاب بتاع العبد في الفاكس يطلع عند ربنا فوق. شايفين العقلية؟ يريد ان يفسر كل شيء من خلال ما يراه. فاكس ايه؟ الله يهديك. بس لوثوا أذهانهم بسبب هذه الأفكار الشرقية والغربية. نحن نؤمن بأن الله حق، والذي خلق هذا العالم قادر على أن يخلق مثله. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. ولما نتكلم عن مراتب القدر هنعرف الحكاية دي كويس قوي. طيب إذا خفي علينا شيء ولم نره، يبقى نيجي للنقطة اللي بعدها اللي هي إيه؟ خفاء الشيء يكون لسببين. ليه مثلا أنا في حاجة مانيش شايفها يبقى لسببين. السبب الأول خفاء المرء. يعني واحد يقول لي يا شيخ احنا ما شفناش ربنا. احنا ما نشوفش ربنا ليه؟ سؤال. احنا ما شفناش ربنا فعلا في الدنيا، لن تراه. ليه لن أراه؟ الإجابة بسيطة، نحن في دار ابتلاء، والله عز وجل استخلفنا في أرضه واستأمننا في ملكه وامتحننا في هذا العالم. فالإنسان مسؤول عن تصديقه بخبر الله وعن تنفيذ لأمر الله. فلا بد أن يكون عالم غيب وشهادة بحيث يرانا ولا نرى. لأن احنا لو شايفين ربنا سبحانه وتعالى ما هيبقاش في معنى بقى اللي واحد يبقى مؤمن وكافر ويتحاسب وجنة والنار، وتبطل الحكمة في الحياة كلها. ولذلك حجب الله نفسه عنا في الدنيا ابتلاء، وأكرمنا بجنته ورؤيته في الآخرة جزاء. فاختلفت العلة. في الدنيا لا نراه تحقيقا لمعنى الابتلاء، وفي الآخرة يراه المؤمنون، ونسأل الله أن نكون من أهل الجنة والرؤيا لجميع الحاضرين. يراه المؤمنون بأبصارهم في أرض المحشر في عرصات القيامة، ويراه أيضا في الجنة في أيام الجمعة وفي العيدين. هذا معتقد أهل السنة وسيأتي تفصيله بإذن الله تعالى. يرون ربهم في موضعين، الموضع الأول في أرض المحشر والثاني في الجنة في أيام الجمعة وفي العيدين. فإذا نحن لا نرى الله لا لخفائه، لأن الله عز وجل أظهر من كل شيء، ولكن حجب نفسه عنا رحمة بنا من جهة، وتحقيقا لحكمته من جهة الأخرى. تحقيقا لحكمته عرفناه إن احنا في دار ابتلاء، في الآخرة دار جزاء. أما رحمة بنا بقى إزاي؟ لحظة بقى. حجابه النور، لو كشفه، الحديث صحيح خارج، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالله عز وجل يقوي أبصار الناظرين يوم القيامة فيكون على هيئة آدم طوله 60 ذراعا، بحيث يمكن أن يرى هناك حقائق لا نراها نحن الآن كيفنا وهيئنا بمدارك محدودة، وكلفنا وقال ولا تقف ما ليس لك بعلم. تشهد شهادة الحق بما علمت، وما شهدنا إلا بما علمنا، لكن ما لم نعلم تبقى شهادة زور وتبقى أكبر الكبائر. صح ولا يا إخوانا؟ لعل كل كلام واضح. يبقى احنا لا نرى الشيء لسببين.
إما لخفاء المرء، مش كده؟ زي واحد يقول لك مثلا ايه، انا مانيش شايف يا اخي الميكروبات اللي بيقولوها دي، الفيروسات اللي موجوده في الهواء إن دقيقه جدا فهي خفيه لا تراها، او تكون موجوده ويبقى العيب في بصرك انت، محتاج نظاره، يبقى ضعف الجهاز الادراكي للراي، وده السبب الثاني، يا اما خفاء المرء يا اما ايه، ضعف الجهاز الادراكي للراي، حواسه مش مضبوطه، نظره ما هو 6/6، حتى لو كان 6/6 ممكن يشوف أشياء يعني من شدة ظهورها يعني حاجة من الدنيا خالص. السبب في عدم الرؤية فعلا، يا يبقى الشيء قريب منك أو ما أنت شايفه، يا إما بعيد أو خافي عنك. فأحيانا يبقى الشيء قدام عينك كده، لو قربت إيدك إلى عينك ربما لا ترى إيه اللي موجود فيه لأنها قريبة جدا. فلازم تكون فيه مسافة معقولة تستطيع أن تحقق الحكمة من قضية الرؤية. يعني ربنا لما قال لسيدنا موسى عليه السلام، موسى طلب الرؤيا محبة لله عز وجل، قال رب أرني أنظر إليك، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني إيه أنظر إليك، قال لن تراني هل لأن الله لا يرى؟ لا، لن تراني لأنك في دار ابتلاء وامتحان. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال تعلموا، حديث صحيح مسلم بيقول تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. اعرفوا الكلام ده كويس، لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. في الآخرة ربنا يعيننا إن شاء الله عز وجل، نكون من أهل الجنة أهل الرؤية يوفقنا إلى ذلك. قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه نظر، إنكم سترون ربكم. طيب موسى لما سأل الرؤيا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيدا. إن جاز أن يتجلى للجبل، والجبل بيتحمل ضوء الشمس طول النهار، إحنا ما نتحملش ضوء الشمس 9 دقائق، بعد كده خلاص الإنسان لا يرى ويفقد البصر. إذن حكمة ربنا اقتضت ورحمته اقتضت أن يكون غيبا بالنسبة لنا. فلو سألك سائل هل نرى ربنا؟ كل يوم القيامة، أما في الدنيا لا. كيف نراه يوم القيامة؟ والله ما أعرفش. أقول لك إزاي دي؟ أنا لا شفت ولا فيه مثيل زي، وبعدين مستعجل على إيه؟ أما تروح هناك تبقى تشوف، ربنا بس يجعلك من الرؤية. قولوا أمين وجعلنا معاكم ما تنسوش. فعالم الغيب لا نستطيع أن نرى ما فيه إلا بالخبر الصادق، وإلا أن يعلمنا الله تبارك وتعالى أو يعلم بعض خلقه من أنبيائه ورسله شيئا من عالم الغيب إثباتا لنبوة أو تحقيقا لحكمة أو ما شابه ذلك، زي ما حصل في الحديث اللي رواه الإمام البخاري وأيضا الإمام مسلم لما انخسفت الشمس، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، قرأ سورة طويلة إلى أن وقف بالناس فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم خطوة ثم يتقهقر خطوة، فهم استغربوا، الرسول واقف في القبلة يتقدم خطوة ثم يتأخر خطوة، فبيقول إيه؟ لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء، كل شيء وعدته اللي ربنا وعدني إياه من جنة ونار. اللي انتوا عارفين الحديث دايما يقولوا لإخواننا الأئمة والخطباء اطلعت على النار فوجدت أغلب أهلها الإيه؟ النساء. فهو ده الموقف اللي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول إيه؟ حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم، ساعة ما شفتوني وأنا بتقدم عرضت علي الجنة في عرض هذا الحائط وكدت أن أتناول منها قطوفا من عنب. ده في اللحظة اللي انتوا شفتوني بتقدم. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، صلى الله عليه وسلم. وده واقع الصحابة آمنوا به. شو يقول لك احنا شفنا الحيطة يا رسول الله ما شفناش فيها حاجة، ما واحد يقول لك احنا شايفين ايه؟ انت قاعدين تقول يا اخوانا جنة ونار وبنروح عند القبر لا بنسمع روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النار.
ليه؟ لأن هؤلاء ما دخل الإيمان في قلوبهم. الإيمان يعني أن تصدق خبر من خلقك وأن تنفذ أمره. إنما واحد يتطاول على أوامر الله ويقول لك إيه؟ لا الأمر ده ما يعجبنيش الوقت. إيه اللي للذكر مثل حظ الأنثيين؟ دي ما فيش فيه مساواة. أنت بتعترض على مين؟ الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. احنا عايزين رجالة يفهموا يعني ايه إسلام يعني ايه. إنما بهذه النوعية والله لا ينصرون. ليه؟ لأن النصر لا يكون إلا بتوفيق الحق. ولو اجتمع الخلق على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. افهم كده. والله إن الأعداء يعلمون هذا جيدا، إن سبب نصرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا الدين. ولذلك يحاولون جاهدين على أن يلوثوا أذهان الشباب بقنوات فضائية لا حصر لها. يعني وصل الأمر إلى أن يفتحوا قنوات فضائية مدعمة من قبل الغربيين للشباب اللي هم ابتداء من أولى إعداد وطالع، ويجيبوا لهم مناظر منحلة يعتاد عليها الشاب بحيث يألفها. مع مرور الوقت خلاص، أنت ماذا ترجو من هذا؟ اللي زي ده ما ينصرش أمة، لأن هيقول يا رب ربنا لا يستجيب له. إنما يستجيب لمن نصر ربه. إن تنصروا الله ينصر، فتبقى الأمة مهزومة. هي معادلة مش محتاجة كلام كتير ولن أطيل فيها، ولذلك هنقول العقيدة مهمة جدا. يبقى ربنا قد يري بعض الخلق بعض آياته من عالم الغيب تحقيقا لحكمته. إني مثلا جبريل يجي في صورة أعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ويجلس إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم ويسأله والصحابة شايفينه. مثلا يجي في صورة أخرى فيراه الناس. قد يتجسد الشيطان زي ما تجسد لأبي هريرة علشان حكمة أرادها رب العزة والجلال. لكن في الأصل ما تقوليش بقى إن واحد مكشوف عنه الحجاب يا شيخ. مكشوف عنه الحجاب إزاي يعني؟ يقول لك أصل ده يعني قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. يعني ايه يعني الحكايه يعني؟ لكن مكشوف عنه الحجاب كل يوم ربنا بيفرجوا على اللوح المحفوظ. لا حول ولا قوه الا بالله. لو تعلم عقيده اهل السنه في القضاء والقدر هيعرف ان اللوح المحفوظ لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهيجي وقتها ان شاء الله عز وجل. نيجي بقى نتكلم عن الخطوه اللي بعدها وان كانت طويله شويه. معلش هنعرضها اختصارا، ولو أردتم الإطالة يبقى في المحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل. شوف بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول نخلي الوقت يعني منضبط عشان ما يفلتش مننا المنهج اللي احنا عايزينه، لأن القصد أن نصل إلى عناصر محددة لابد أن تغطى في داخل كل محاضرة. تستحملونا ولا ها؟ يلا. العقل زي ما قلت له حدود وله مدارك. غريزة وضعها الله فين؟ ها؟ فكرونا الله يبارك فيكم الصنبان ساكتين. العقل غريزة وضعها الله في قلوب الممتحنين من عباده. يعني حتى على الأقل هذا التعريف الطويل بقى تبقى ترجع الكتاب فيه. الفايدة من العقل أن يعلم ما ينفعه وما يضره، يميز بين ما ينفعه وما يضره. لكن من خلال العقل في حاجة اسمها مدارك اليقين العقلي. يعني ايه مدارك اليقين؟ كيف أتثبت بعقلي أن ما آمنت به أمر يقيني ما فيش فيه شك. ايه هي المدارك التي أستطيع من خلالها أن أقف على قدم ثابتة فيما أعتقده؟ بيسموها مدارك اليقين العقلي. أول حاجة العقل بينظر فيها البديهيات. اسمها إيه؟ البديهيات أو الأوليات. يبقى أول حاجة إيه؟ نعد تاني ها؟ الأوليات أو البديهيات. إزاي إن البديهيات بتدل على اليقين؟ الأوليات والبديهيات. البديهيات والأوليات دي اللي هي الأسباب.
إن كل سبب بيؤدي النتيجة، والنتيجة مبنية على إيه؟ على سبب. يعني واحد بيحط بذرة في الأرض، حط لها مية، يبقى متوقع إن هيطلع فيه إيه؟ زرع. مش كده يا أخوانا؟ دي أسباب بديهيات ربنا جعلها حقا. صحيح إن هو اللي خلق البذرة وخلق النبتة، هو اللي بيخلق النبتة لما تجيب البذرة اللي خلقها إلى غير ذلك، لكن دي أسباب بيسموها أوليات، منها نستدل على خالقنا. زي ما الأعرابي قال البعرة تدل على الإيه؟ على البعير بالأوليات. يقينا أنا شايف فيه بعرة، والأثر يدل على الإيه؟ طالما شفت أثر وأقدام موجودة في الرمل يبقى في واحد مشى من هنا. ولا واحد يقول لي يا أخي عديها، ده بتيجي كده من نفسك. يعني تخيل أنت نفسك ماشي في الشارع كده فلا حجر فيه في دماغك، حجر كبير، تقول والله ده زي الدبانة، خش يا أخي. أقول لك إزاي؟ لا، أنا علمت إن في فاعل هو الذي حدف علي هذا أو رماني بهذا أو سقطت من أعلى، كان جاي من، إنما لو جاي من تحت لفوق لا، ده في حاجة ثانية دي. أقول لك إزاي؟ لازم في حاجة. فمن خلال البديهيات تدلني على اليقين حتما، فأتأكد بالبديهيات أنني على يقين. والقصد من هذه البديهيات هي السنن، أن تعلم أن هذه الأسباب تدل يقينا على خالقها. البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. طيب سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ سبحان الله. إذن لو أنت عاقل فعلا ستؤمن بوجود الحق، ما فيش فيها كلام. آمنت بوجود الحق من خلال إيه؟ البديهيات. أحسن، من خلال البديهيات دلتني يقينا على وجود الحق سبحانه وتعالى. هو ده القصد. ولذلك أمرنا بأن نتفكر في مخلوقاته لننظر بالأسباب على الإيمان بوجوده، وده دور العقل. يعني واحد يقول لك إيه؟ ربنا عرفناه إزاي؟ قول، أنا عايز أسمع منك. واحد يقول لك بإيه؟ بالعقل، وواحد يقول لك بالنقل. لحظة خلاص كفاية بقى، حاول أنا. واحد بيقول بالنقل، ده إزاي؟ ده المثل صادق. يعني يقول لك أنت بتيجي تتكلم مع واحد يقول لك إيه؟ ربنا عرفناه بالعقل. صح، ربنا عرفناه بالعقل، بس هو قصده إيه؟ هنا بقى لما تعرف حدود العقل وحدود النقل هتعرف قصده عقل. يقصد ربنا عرفناه بالعقل أي تعرفنا على وجوده من خلال الأسباب يقينا، من خلال الأوليات والبديهيات. لأن البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى خاطبنا من خلال عقولنا بالبديهيات على أن نتأمل في خالقنا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، من رفع من الخلق، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. لأن الفطرة عندهم وأدلة العقل لديهم تدل يقينا على وجود الحق سبحانه وتعالى. يبقى مفروض نوت في هذه الحالة إن الشخص يؤمن بوجود الله عز وجل. وطالما آمنت بوجود الخالق اللي خلقك وخلق الكون وأرسل إليك رسالة من عنده فصدق بخبره، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. خليهم يشغلوا عقولهم، والإنسان لو شغل عقله صح هيهتدي للحق سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن أولي الألباب بيهتدوا لوجود الخالق فيؤمنوا برسالته لأنه الذي خلقهم، ولا يمكن أن يرسل إليهم ما يفسد عقولهم، فيذكرون الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطل. ده تفسير الآية مش الآية. لا، بتقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أدركوا حكمة رب العزة والجلال من خلق الأشياء على هذا الحال. ولذلك أول حاجة بنقول عليها البديهيات، ودي حق. يعني لو واحد جه وحكم بالبديهيات حكما يقينيا فحكمه حق. يعني تخيل مثلا
مريم أم نبينا عيسى عليه السلام، نبي الله عيسى هو نبينا ونؤمن به، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين. جميع الأنبياء أنبياء لنا على أساس أننا آمنا بهم، ورسالتهم هي رسالة الإسلام، هي رسالة الإسلام. طيب مريم لما جاءها الملك قال إنما أنا رسول ربك، جبريل عليه السلام، لأهب لك غلاما زكيا. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر بزواج ولم أك بغية بزنا. لأن الواد بيجي إزاي؟ بالبديهيات، يا جواز يا زنا، ما فيش تاني. يعني ما ينفعش واحد تقول والله ده أنا جبته بس بطريقة ثالثة. نقول لا لا لا، القاضي لما يحكم فيها بالحكم الشرعي سواء كان الرجم أو الجلد، إن ما كانش فيه أسباب لاغتصاب أو ما شابه ذلك، بيحكم هو على يقين أنها انحرفت من خلال البديهيات والأسباب. ما تجيش تقول والله كانت حالة زي حالة مريم، لا، مريم استثناء. ولذلك مريم لما قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة خايفة برضه، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلوا واشربي وقر عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. عشان عشان ربنا يبين من خلال النطق عيسى عليه السلام وهو طفل صغير رضيع أنه حالة خاصة خارقة للأوليات لا يقاس عليه، على اعتبار الأوليات تدل على اليقين فعلا، وانتم كلامكم حق. ولذلك لما راحت آباء يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، جبته من إيه؟ فأشارت إليه بالعقل، كيف نكلم من كان في المهد بالبديهيات ما تنفعش، الأسباب بتقول غير كده. فلما خرق الأسباب وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني الصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، علموا أنه حالة خاصة وإنها صادقة. يبقى البديهيات حق، يبقى مدارك اليقين أعرف من خلال البديهيات إنني على يقين. يبقى أول حاجة في مدارك اليقين العقل إيه؟ البديهيات أو الأوليات أو الأسباب. تاني حاجة عدوا معايا بقى واحفظوا. تاني حاجة المحسوسات. المحسوسات إن جريمة زي جريمة الزنا ديت نعوذ بالله منها وأن يعافي أنفسنا وأهلينا من مثل هذا الأمر. تثبت إما بالأوليات والبديهيات من خلال ظهور الأسباب كان يكون حمل أو ما شابه ذلك، طبعا في استثناء بالنسبة لمريم، أو من خلال المحسوسات بالنظر، إن 4 يشهدوا إنه شافوا الجريمة، خلاص شهادة ال4 هنا دليل يقيني للقاضي يحكم به. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حدد هذا على اعتبار حدوث اليقين، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. عايزين أمر يقيني، ولا تنتشر الفحشاء ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. كنتوا عارفين بقى قصة الصحابي الذي جاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وجاء إلى أصحابنا صلى الله عليه وسلم فقال لهم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه. أخبرك إزاي؟ لو قال إن هو امرأتي زنت هتجلدوه، ولو قتل قتلتموه، لو قتل هذا الرجل قتلتموه، ولو تركها حتى يأتي بالشهداء يكون هم خلصوا. أخبرك إزاي؟ يعمل إيه؟ ده كان السبب في نزول الآيات. وإن سكت سكت على غيظ والله لا أسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثاني جه واحد تاني برضه نفس المشكلة،
سأل النبي عليه السلام فقال يا رسول الله إلى آخر ما قال لو أن رجلا وجد مع امرأة رجل، فنزل قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله. إن الأمر يقيني مش هزار، حتى ترتب عليه أحكام، ولأنه يقيني بيفرق بينهم بعد الملاعنة خلاص، ما عادش لا طلاق ولا لا هي تنفع له ولا ينفع له إلا أن يعترف أحدهم. يبقى المحسوسات والنظر في آثار المخلوقات من خلال الحواس دالة على قضية اليقين والتعرف على وجود الخالق. يبقى تاني حاجة إيه؟ المحسوسات، تاني حاجة والأول حاجة البديهيات. من هنا دعانا إلى التأمل في المخلوقات من خلال البديهيات ومن خلال المحسوسات. شوف طالع بص بعينك مين اللي خلق الكون بهذا الشكل وبهذا الإبداع. طيب اللي بعد كده إيه؟ المتواترات والعلم الصادق. يبقى مدارك اليقين كام؟ 5. قلنا كام الوقت؟ 3. نعدهم مع بعض. البديهيات، والثانية المحسوسات، والثالثة المتواترات. المقصود بالمتواترات ايه؟ التواتر أن يأتيني خبر متوالي لا يتفق من أخبرني بعضهم مع بعض على هذا الخبر. يعني أنا عرفت أن في بلد اسمها مكة من غير ما رحت مثلا. حد راح مكة يقول لك والله ما فيش حد لسه، ربنا يوعدنا اللهم آمين. طيب احنا عرفنا ان في بلد اسمها مكة ازاي؟ من كثرة ما جاءنا من ايه؟ من اخبار. تواترت. التواتر ما رواه جمع يستحيل تواطؤهم او اجتماعهم على الكذب عن جمع اخر يستحيل تواطؤهم واجتماعهم على الكذب. وايضا الخبر الصادق، لان لو واحد عنده ثقة ممكن خبره يدل على اليقين في قلبي اكثر من 1000. يقول لك انا ما هصدقش الناس دي الا لما يجي لي فلان، أو زي ما بيقولوا في المثل وعند جهينة الخبر اليقين. نحن نقول الكلام ده ليه؟ لأن هم جعلوا المتواترات فقط وتركوا العلم بالخبر الصادق، على أساس يطلعوا خبر الواحد. خلي بالكم طلبة العلم هيعرفون، اللي بيدرسوا كويس هيعرفوا المثل ده على طول. يقول لك خبر الواحد يدل على الظن ولا يدل على اليقين. نقول لك استنى، خبر الواحد إيه؟ ده ممكن خبر واحد عندني يدل على اليقين أحسن من 1000 من عامة الناس والدهماء، شافوا كده وحكموا بالظاهر. لكن واحد عنده خبرة، معروف بالعدالة والتقوى، لم يعرف بارتكاب كبيرة ولا إسراع على صغيرة، وينقل خبرا عن رسول الله ويقول ده يفيد الظن، هذا كلام باطل. وبعدين نص ايه؟ أكثر من 70 أو 80% من اللي ورد في البخاري ومسلم وكل السنة أحاديث أحاد، يبقى دي كلها لا تدل على اليقين، ويبقى احنا عايشين على الظن، يبقى ديننا دين ظن. نقول لك لا، ولذلك احنا اضفنا لهوت المتواترات والخبر الصادق. الخبر الايه؟ الصادق الذي يعرف بالقرائن الصدق واليقين. فهمتوا يا اخوانا؟ يبقى دلوقتي نعدهم مع بعض. اول حاجه ايه؟ بديهيات، والثاني المحسوسات، والثالث المتواترات والخبر الصادق. هذه تدل على اليقين. يبقى دلوقتي لما تعوز انت تعرف اليقين وتتمحص من القضيه كويس، شوف واحد من دول ودور على مصدره. رابع حاجه التجريبيات تدل على اليقين. والمقصود بالتجريبيات ايه؟ التجربه والخبره. اعرف الامور وميزها. صاحب الخبره غير المبتدئ. صاحب الخبره عنده تجربه. يعني دلوقتي لما يكون طبيب مبتدئ، هل زي اللي عمل عمليات مئات المرات في عمليات مفتوح القلب المفتوح وعمليات ضخمه زي كده، يقول لك لا ده الراجل ده العمليه في ايده زي السلام عليكم سهله قوي. ليه؟ لان جربها. والتجريبيات حق، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل الاسباب حق. وقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المفسدين. فربنا سبحانه وتعالى حكمه ثابته، فما تحاولش تجرب معه، لان التجريبيات حق. تعلم. ربنا سبحانه وتعالى ما يقول فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.
دي سنن ثابتة. انت جربت واحد في التعامل وطلع كذاب، اول مرة بنعذر، ثاني مرة بنعذر، ثالث مرة الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. عرفتها ازاي؟ بالتجريبيات. وإذا تقول فلان ده ما تعملش معاه، أنا عارفه يعني، حافظ أكتر من نفسي ومن نفسه. ليه عرفتها بأي طريقة؟ مش بالأوليات ولا بالمحسوسات ولا بالمتواترات، ولكن عرفتها بإيه؟ بالتجريبيات، خلال التجربة. ولذلك شوفوا الحديث يا إخواننا، حديث عبد الله بن مسعود موجود في الصحيح: إن الصدق بر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن العبد لا يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله إيه؟ صديق. يقول لك فلان أنا واثق منه 100%، ما بيكذبش. ليه؟ جربته مرة واثنين وثلاثة، إيه الداعي إنه هيكذب؟ ولذلك لما واحد يلفق له تهمه يقول لك ما هوش ده الراجل يعمل كده. حتى الجماعه اللي هم المحققون يقول لك لا، دي متلفقه له، هم عندهم قرار ليه؟ ان الراجل ده مالوش سوابق قبل كده، وراجل صادق وعمره ما كذب، فازاي تعملوا حاجه زي كده؟ من خلال التجريبيات نعرفها. وإن الكذب فجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد لا يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله إيه؟ كذابا. ولذلك استغفر ربك لو كانت هذه الخصلة السيئة موجودة فيك، وخصوصا الجماعة اللي بيشتغلوا في التجارة، تجار اللي عاملين فرشة كده ومراية ويحلف كم طلاق، خد بالك ازاي ان البضاعة جاية كده. انت بتكذب ليه؟ عملتوا سمعة سيئة لكم يا راجل. هو الخراب اللي بيحل بالناس ما هو بسبب الأفعال دي، الكذب. تعطي للناس ما لا يرغبون ولا يشتهون، وتعرض لهم ما يرغبون. يبقى أنت نفسك في الحاجة الحلوة وهو عاملها مراية، ويديك أسوأ البضاعة. والله خراب على البلد وخراب على الراجل ده، خراب على الناس كلها. تروح تشتري تلاقي واحد حاطط لك بضاعة فسدانة، وتروح البيت تلاقي الكيس اتغير ولا في حاجة. طب وبعدين انت عايز تعمل ايه بالظبط؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يروح بقى يشوف مراته عيانه، ولا انه تعبان، ولا جاله السكر، ولا جاله هو نفسه جات له مصيبه. خد بالك ازاي؟ ما هي يا اخوانا الحاجات ان ما كانش الشخص عنده عقيده وخوف من ربنا سبحانه وتعالى لا تنصلح الامه والله. اخر حاجه عشان ما اطولش عليكم، من الأمور التي يدرك بها العلم اليقيني أو مدارك اليقين، احنا قلنا كام الوقت؟ نعدهم تاني معلش: البديهيات والمحسوسات والمتواترات والتجريبيات، الخبر الصادق. طيب 5 حاجة بقى: الاعتراف، يسموها هم المشاهدة الباطنة. الاعتراف سيد الأدلة. واحد بيعترف باللي حصل منه، خصوصا لما يكون فيها قتل أو موت عند الشهادة يعني، أو عند في الحالة دي الاعتراف بيبقى سيد الأدلة، بيدل على اليقين، والقاضي بياخد بكلامه على طول. ودي حصلت في هذه الجريمة البشعة اللي هي جريمة الزنا، لما جاء ماعز وجاءت الغامدية. حديث ده حديث صحيح مسلم. ماعز لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله طهرني، فالرسول أعرض عنه، قال له: استغفر الله وتوب. رجع غير بعيد فقال: يا رسول الله طهرني، قال: ويحك ارجع فاستغفر الله وتوب. 4 مرات. الرسول تأكد يكونش مجنون، أبيه جنون، قالوا لا مش مجنون. يكونش شرب خمر، ما شربش خمر. فأمر به نبينا صلى الله عليه وسلم ورجم. حكم بظن أم بيقين؟ قولوا يا اخوانا، السبب في اليقين ايه؟ الاعتراف. كذا الغامدية، بعد كم يوم جاءت الغامدية. الراوي اللي هو أظن مش متذكر اسم الراوي بالنسبة للصحابي، الراوي الحديث، والحديث صحيح مسلم. جاءت الغامدية فقالت: إنها حبلى من الزنا. قلت: أنا حبلى من الزنا فطهرني. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال لها: ارجعي واستغفري الله عز وجل. قالت له: أتريد أن ترددني، ترجعني مرة واثنين كما رددت ماعز؟
يبقى هي جاية عارفة تعمل ايه، وجاية معرضة نفسها لإيه؟ للموت. طبعا ده ما هو الشرط. يعني دلوقتي هل لازم للتوبة أن المرأة أو الزاني يأتي ليعترف ويقيم الحد؟ لا، مش شرط. يتوب إلى الله فيما بينه وبين نفسه والله يتقبل منه، لكن يندم بصدق، لأن اللي عملت هذا الكلام دليل على صدق إيمانها وتكفيرها عن سيئاتها التي وقعت منها. فجاءته الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا تعرفين القصة، أنه يعني أمهلها حتى وضعت، ثم تكفل بالرضيع أحد من الأنصار، ثم بعد ذلك رجمها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. كده عرفنا مدارك اليقين. بقي معلومة صغيرة نعيدهم تاني بقى، معلش نعيدهم تاني عشان تطلعوا معلومة في مدارك اليقين. احنا طبعا عرفنا تعريف العقل، الفايدة من العقل، حدود العقل، عالم الشهادة. عرفنا مدارك اليقين العقلية اللي هي ايه؟ أوليات، المحسوسات، المتواترات، التجريبيات، والاعتراف. طيب ايه المقصود بالنقل؟ عشان نبدأ بقى المرة الجاية بداية تكون يعني مؤسسة. ايه المقصود بالنقل؟ انتوا بتسمعوا احيانا يقول لك ايه؟ ورد في النقل كذا، ورد في النقل كذا، فبعض العوام يقول لك نقل ايه؟ نقل تقيل ولا نقل خفيف؟ اخد بالك ازاي؟ ايه المقصود بالنقل؟ المقصود بالنقل عندما يطلق في علم العقيدة او بين علماء العقائد ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعا، ونقله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل أمين الوحي، ونقله جبريل بالسماع المباشر من رب العزة والجلال. هذا المقصود بالنقل. يبقى النقل له عدة اصطلاحات. نقول على النقل الكتاب والسنة، صح. نقول على النقل السمع، ورد في السمع أي ما جاءنا عن طريق السماع مش عن طريق العقل، جاءنا عن الله عن طريق السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يسمى النقل اللي هو ايه؟ قولوا يا اخوانا، كتاب والسنة او السمع، او يسموه الخبر، جاءنا في الخبر، او يسموها الشريعة. كل دي مصطلحات بمعنى واحد عند علماء العقائد. الخبر كتاب السنة، الوحي، السمع، الشريعة، أو الأثر. يقول لك جاءت الآثار، جاءت الأخبار بكذا وكذا. دي كلها مصطلحات واحدة. يعني مثلا لما تشوف مثلا قول أبي عمرو بن عبد البر، يقول لك إيه؟ حديث النزول حديث ثابت من جهة النقل. يبقى قصده إيه؟ إنه ورد في الوحي، ورد في الكتاب والسنة. هذا معنى يقول لك من جهة النقل. صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هم كانوا بيستخدموا كلمة النقل تعبيرا عن كتاب الله وعن سنة رسوله، أو عن إيه؟ الوحي، أو عن الخبر الذي جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن تيمية برضه يقول لك إيه؟ والحكم المترتب على النقل الباطل باطل بالإجماع. قصده إيه؟ يعني لو واحد بنى حكم على حديث موضوع أو ضعيف، يبقى حكمه صحيح؟ قول باطل. ولذلك لما تسمع من خطيب حديث وتسأله بعض الصلاة، تقول الحديث صحيح ولا ضعيف يا شيخ؟ لك لا يعني ضعيف، خلاص طلعه من دماغك على طول. وأي حكم بناء على الحديث يبقى غلطان. لك أصل الحديث الضعيف بيؤخذ به فضائل الأعمال، بس أنت بتقول كلام إما خبر فيتطلب التصديق، أو أمر يتطلب إيه؟ التنفيذ. فممكن واحد ياخد عقيدة من خلال هذا الخبر الضعيف، يبقى في هذه الحالة وقع في خطأ عظيم. ابن تيمية أيضا يقول: فالقول قد ورد في السمع مضافا إلى الله. فالقول، القول المقصود بصفة الكلام، يعني إن ربنا سبحانه وتعالى له صفة الكلام، يتكلم بقول يسمع. فبقول القول ورد في السمع. السمع اللي هو إيه؟ النقل، أو كتاب السنة، أو إيه؟ الوحي. ولذلك يقول لك السمعيات، ورد في السمعيات. السمعيات اللي هي إيه؟ كتاب السنة.
وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا الموضع، وبينت أن ما جاء به الشرع الصحيح، أو مصطلح تاني هو الشرع الصحيح اللي هو إيه؟ الكتاب والسنة، هو الذي يوافق العقل الصريح. احنا كده تقريبا انتهينا من العناصر الأساسية. استنوا رايحين فين؟ اصبروا لحظة، أقول لكم بس على اللي احنا عايزينه من طلبة العلم اللي هيتابعوا معانا ويجهز الشغل المطلوب يدوا للشيخ سيد إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. أنا يعني جاز المحاضرة شوية ماهيش مليانة علم أوي النهاردة، لكن اللي جاي هيبقى صعب شوية. ماشي، طلع لي يا ابني صفحة واحد منهم، دور على صفحة واحد. أتمنى أو الصفحة اللي هي فيها العناصر الرئيسية. أيوة هاتيه. احنا طبعا تعرفنا عن المقصود بالعقل. واضح الإجابة ولا مش واضحة؟ غريزة وضعها الله في قلوب الممتحنين من عباده. اصبر معاك، هنسيب 5 دقايق بعد ما اخلص اللي عايز يتكلم أو يسأل، على أساس يا ريت تكون الأسئلة مكتوبة. وهقول لكم على النظام في الأسئلة عشان أنا عارف إن هتحصل أسئلة كتير جدا جدا الإجابة بتاعتها هتبقى داخل المحاضرة والأخ مستعجل. ما هي الغاية الرئيسية من وجود العقل؟ عرفناه. ما هي حدود المعرفة بالعقل؟ عرفناه، عالم الشهادة. ما هي العتبات المطلقة للحواس الخمس؟ عرفناها كويس جدا، مش كده برضه؟ حد بالله عديل يكون ما سمعش ولا حاجة، ولا يكون عشان ساعتها صح. انعدام رؤية الأشياء عشان سببين: خفاء المرء أو ضعف الرأي. مدارك اليقين العقل كام؟ 5. المقصود بالنقل عرفناه. هنقف عند السؤال في المحاضرة القادمة: هل يمكن أن يتعارض العقل مع النقل؟ ولماذا؟ دي ضرورية جدا احنا نعرفها كويس. مطلوب بقى الآن البحث، بحث النقاط رقم 1 و2. 1 و2 اللي هي المقصود بالعقل والغاية الرئيسية من وجود العقل. هتبحث فيها ايه؟ هتوسع لنا من مجموعة موسوعات هدلك عليها ايه. اللي عنده كمبيوتر، واظن المكتبة الشاملة موجودة عندكم كلكم، اللي عنده كمبيوتر هيبقى عنده المكتبة الشاملة، سواء كان المكتبة الشاملة الإصدار الثاني أو الأول، هيلاقي فيه كتير كلام كتير، يقدر يرجع لكتب العقائد ما فيش إشكال. بس هنا موسوعة التفسير وموسوعة العقيدة. كتب التفسير وكتب العقيدة يرجع لها ويبحث عن كلمة العقل، يشوف تعريفه، يحاول يستخلص المعلومات، يجمعها في ملف على الوورد، كان بيعرف يكتب على الوورد وينسخه كويس، يا يسلم وورد يا يسلمه مطبوع، ما فيش إشكال ولا حاجة. فيما لا يزيد عن 10 صفحات منسق على برنامج الوورد. اللي هم عايزين يتابعوا، عايزين إيجابية في التعامل، وإلا يبقى ما فيش داعي. أنا مش عايز أضيع الجهد على الفاضي. اللي عنده استعداد يستمر معانا، احنا يكفينا بقول لك 10 20 حلوة أو رضا أوي. طيب أيضا في باب الحفظ بقى لازم يحفظ حاجة: التعريفات الأساسية اللي جت في المحاضرة، بالإضافة إلى الأحاديث التي وردت في المحاضرة. أنا بقول كده على أساسيين. الأخ لما يحفظ هذه الأحاديث يستطيع أن يتكلم كداعي. انتوا معايا يا اخوانا؟ ازاي يعني؟ هو هيدور على الاحاديث، هو هيجيبها طبعا من موسوعات ساعه ما يسمع الشريط ولا يسمع المحاضره، ولا الاحاديث دي هتكون موجوده بين ايديكم، ان اغلبها طبعا مدونه اما في مؤلفاتي او في، هنجهزها لكم كده كل 10 محاضرات ككتاب ترجعوا له. الاحاديث ديت لما يحفظها الاخ الداعي، اذا كان شيخ في الاوقاف او شيخ بيخطب في الجمعية الشرعية أو واحد له رغبة في أن يتعلم دينه ويتحمل هذه الرسالة، يحفظ على الأقل الأحاديث اللي يستدل بها عندما يتحدث، دي أمور عقيدة، يبقى عنده على الأقل رواية الحديث بالمعنى يكون الكلام صحيح. فهذا مطلوب أيضا الرجوع بقى لمصدر الكلام، يجيبه منين لو عايز يجيب الكلام ده بنصه. احنا عندنا الموسوعة اللي هي الإصدار الثاني من المكتبة الصوتية في العقيدة الإسلامية. أنا طبعا هي بتتباع في المكتبات، لكن أنا كاتب فيها تصريح وفتوى مني بالسماح لمن أراد نسخها بحيث يتعلم منها، يعني على أساس إن مش حكاية بيع ولا بتاع، لا، اللي عايز يتعلم العلم، احنا التجارة ديت آخر شيء، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق، الكلام ده يعني آخر شيء ممكن يفكر فيه إنسان. لكن اللي هينسخ نسخة من الأصل بحيث إنه هو
يعني ياخد المعلومات اللي فيها، هي اسطوانة مسموعة ومكتوبة، النص ده كله ما أنا واخده من الاسطوانة، بس أنا بصيغه بقى طبعا بالطريقة اللي هي تناسب المحاضرات. تقدر ترجع لها لو أنت ما أنتش عايز تتعب نفسك في البحث، ما فيش إشكال، بس على الأقل ألاقي 10 صفحات مكتوبة بشكل جيد، تحتفظ بنسخة عندك وتبعت نسخة للأخ اللي هيتابع، على أساس بعد مثلا 20-30 محاضرة يكون اجتمعت عندك حصيلة علمية تكفي إذا تحدثت في العقيدة تكون مدركا لمنهج أهل السنة والجماعة. نأتي إلى قضية الأسئلة. واضح يا أخوانا الحاجات المطلوبة؟ طيب أعيدها تاني، موجودة السجل خلاص، شوف الشروط. الحاجات المطلوبة تاني معلش: بحث النقاط، ما المقصود بالعقل، ما هي الغاية الرئيسية من وجود العقل، يبحثها من الموسوعات، موسوعة التفاسير، موسوعة العقيدة، المكتبة الشاملة للي عنده المكتبة الشاملة على الكمبيوتر. ما عندكش المكتبة الشاملة ارجع للإصدار الثاني للمكتبة الصوتية في العقيدة الإسلامية، هتلاقيها موجودة على الإنترنت على فكرة. الإخوة خدوها كلها على بعضها يجي حوالي 600 ميجا حطوهم على النت، تقدر تنزلها عندك لو عندك سرعة عالية من HCL، تنزل الاسطوانة كلها وتسمعها. وأنا بقول لك أنا مسامح، هي بتاعتي وأنا مسامح فيها. ممكن بريد إلكتروني نبعت عليه البحث اللي نعمله؟ ممكن يبقى احسن برضه. على فكره انا هقول لكم على البريد الالكتروني بتاعي اللي عايز يرسل اليه، وانبه ان في بريد الالكتروني بتاعي بقى له حوالي 12 سنه، هذا سرق مني بالامس. واحد من الشباب ما اعرفش زعلان مني ولا حاجه، سرق البريد وغير الباسورد، ولذلك انا مش مسؤول عن اللي بيحصل في البريد الالكتروني اللي هو ebm@hotmail.com، ده مش تبعي خلاص، يعني مش مسؤول عن اي حاجه تيجي مني، وما تبعتوش عليه. البريد اللي هتبعتوا عليه هو هذا، أول حرف من حروف الإنجليزية اللي هي إيه؟ حرف الإيه، بعد منها رقم التليفون بتاعك، عارفين؟ بس خلاص سهل كده. لا الرقم اللي هو ما قولوش اللي هو 018 22 79 679. بس الله يبارك فيكم، أنا ما بردش طالب علم أو أي واحد بيسأل، إنما الإخوة يتقوا الله فيه، اللي يتصل لضرورة ويكون حاجة ملحة. الإيميل هوت ميل، إيه على الهوت ميل. أقوله تاني، إيه أول حرف الإنجليزي 018 22 79 679 @hotmail.com. وأيضا في بريد إلكتروني تاني، بس ده هنخليه على الموقع بتاعنا الرضوان.com، على أساس إن احنا هنحط عليه كل المحاضرات تقدر تسمعها وتشوف. لكن اللي عايز يبعت على البريد ده. نجاوب على الأسئلة أو كده يعني، ولا نخليها عشان نصلي ما نأخرش الناس؟ على المحاضرة ديت سامحونا فيها. أنا أقول لكم بس على كلمتين في نظامنا في الأسئلة. المحاضرات اللي جاية هتبقى أكثر علمية شوية، يعني هي سهلة، يعني ما بقولش الكلام ده على أساس إخواننا خلوهم ما حدش يتحرك وما يعملوش قصة لغاية ما أخلص كلام. المحاضرات ليست صعبة، سهلة جدا جدا، بس فيها كلام علمي مطلوب دراسته وحفظه. وعلى ذلك الإخوة قد يتعجلوا في الأسئلة، هتلاقي أسئلة كلها جاية وإجابتها جاية في المحاضرة نفسها أو في اللي بعدها. المحاضرة ساعتين تقريبا، فما فيش داعي من إخواننا يضغطوا عليا في كثرة الأسئلة. يكفي بس لو واحد عايز استشارة خفيفة أو يسأل عن ميعاد محاضرة أو حاجة زي كده. أسأل الله تبارك وتعالى. اقعدوا استنى لما أخلص كلام. خلينا بس في المحاضرة وبعدين يحلها ربنا بكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعنا على أنفسنا في أن نتلقى العلم وأن نتعلم منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.